بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك. فاكرين يا جماعه في موسم 21 لما الزمالك فاز بالدوري؟ كان الزمالك بيلعب اعتقد البنك الاهلي، وبعدين كان في مراسم تتويج البطوله. حصلت مشكله، شيكابالا كان عايز يدخل اسرته وبتاع وكده، وحصل اعتقد اشتباك او مشادة مع احمد مجاد وبتاع. شوف بقى القرارات طلعت ايه بقى. كم قرار طلع الزمالك بعد مباراة التتويج؟ 100,000 جنيه غرامة على نادي الزمالك، قال لك عشان هتافات الجماهير ضد عناصر اللعبة الجميلة، منظومة العسل، المنظومة الجميلة، المنظومة العادلة. ايه تاني؟ 100,000 جنيه كمان ضد نادي الزمالك عشان ان في بعض الجماهير نزلت الملعب. طبعا في المباراة بتاع فاركو بتاع امبارح محدش نزل خالص، يعني الجماهير ولا صحفيين ولا اسر ولا اي حاجة، كله مفيش حد نزل، كان في التزام يعني. طب وايه تاني بقى؟ ايقاف حازم امام 4 مباريات عشان مش عارف السلوك الرياضي، مش عارف ايه السلوك الرياضي، مش عارف عمل ايه، يعني قطع سلك ولا عمل ايه بالظبط يعني. طب خد بقى المفاجأة بقى، ايقاف شيكابالا 8 شهور وغرامة نص مليون جنيه. ليه؟ لانه لم يلتزم بالنظام بتاع المراسم، الاجراءات بتاعة المراسم يعني، وانه اتخانق مع بتوع الامن وبتاع وكده عشان يدخل اسرته وقصص ومواويل وبتاع وتحريض الجماهير وكل ده طلع على نادي الزمالك في مباراة واحدة، مباراة تتويج. يعني ده ناس عايزة تفسد الفرحة بتاع نادي الزمالك، فبتتلكك لها في أي حاجات. طب ماشي، شيكابالا غلط ولا حاجة. طب نشوف بقى إمام عاشور. شفنا الفيديو طبعا كلنا، شوف بيعمل إيه في البوابة، شوف الألفاظ، شوف الشتيمة، شوف السباب، شوف الاحتكاك برجال الأمن، شوف الخروج عن الإجراءات بتاعة المراسم، شوف الجماهير اللي دخلت الملعب، شوف الهرج، شوف المرج. هل هيتم إيقاف إمام عاشور 8 شهور؟ هل هيتم تغريمه نص مليون جنيه؟ ده الكلام ده بقى ايه؟ 2021. ده ممكن بقى تكون اللائحة المفروض انها اتغيرت وتكون عقوبات اشد من كده. صح ولا لا؟ ولا احنا غلطانين؟ يعني السلوك الغير رياضي، يعني حازم امام 4 قال لك سلوك غير رياضي، مش عارف عمل ايه يعني. امام عاشور سب وخروج وبتاع وبلطجه وفتوانه. كلنا شفنا الفيديو وشفنا الالفاظ اللي اتقالت، يعني احنا مش هنقولها عشان ما نقولش الالفاظ دي، لساننا يعف ان احنا نقول الالفاظ اللي احنا سمعناها والشتايم اللي اتعملت رجال الامن يعني. هل الرابطه تاخد قرار بايقافه 8 شهور؟ ده يعني 21 كان 8 شهور لشيكابالا ونص مليون جنيه. طب دلوقتي هنتظر ان في إيه؟ يطلع قرار ايقاف امام عاشور، سلوك غير رياضي، ومش عارف الاجراءات، مش عارف كذا، وقصص المواويل اللي اتقالت على شيكابالا ساعتها. وبعدين يعني عضو مجلس الاداره يطلع يسخر من الزمالك ومحدش يقول له انت فين. يعني عضو مجلس اداره يطلع يقول لك ان البيراميدز بيحتفل، لسه بقى في الطرف الثالث هيحتفل كمان، طبعا يقصد الزمالك. محمد سراج اعتقد. بعدين كابتن شوبير يطلع يقول لك ان يعني يسخر من بيراميدز، يقول لك ان هم اصيبوا بصدمه فعشان كده بيحتفلوا بقى وبتاع. من اثر الصدمه ان الاهلي المتوحش الجبار فاز بالدوري وخد منهم الدوري في الامتار الاخيره. طبعا احنا مع بيراميدز هو اللي ضيع طبعا الدوري بكل تاكيد من جوه الملعب. انت يعني خسر ماتشين، ماتش فاركو وماتش البنك الاهلي، وتعادل مع الاهلي نفسه 8 نقط. بيراميدز اللي ضيع الدوري، بصرف النظر بقى ال3 نقط وال4 نقط والقصه بتاع المحكمه دي وكده يعني. وشفنا بقى التصوير والمناظر، شفنا احمد دياب ورا الكابتن محمود الخطيب بيسانده طبعا على طول يعني، هو في الصوره وفي الحقيقه. نيجي لاخر حاجه بقى، موضوع ايقاف القيد ده. احنا بقينا كعب داير، كعب داير في الفيفا يعني مش فاهم يعني جوميز ليه 120 الف دولار؟ مبلغ صغير، ما دفعتهمش ليه؟
ما انت دفعت باتشيكو ودفعت المطيب ودفعت. التاني اللي جه ده ما لعبش ساعتين على بعضيهم، اللي جاي من الدوري الهندي ده، ياسر حمد، يوقف لك القيد كمان بمليون و700 ألف جنيه. طب انت كنت فين؟ ولسه جروس، ولسه ابراهيم نضاي، ولسه ساسي. انا مش فاهم يعني المبالغ الصغيره ما بتدفعش ليه وتخلص ليه لما بينا كعب داير يعني. والله يعني حاجات كده بتحصل غريبه. نتمنى الامور تستقر. يعني انت عايز بقى تتعاقد دلوقتي مع لعيبه، وعايز تجيب لعيبه جديده، وعايز تجيب مدير فني، وعايز خلص بقى المشاكل الصغيره دي مشاكل ده فتفيد. ده ما يجيش اكل السمك للعيبه يعني. لو انت عازم الفريق كله هيتكلف 2 مليون جنيه ولا حاجه، لكن ده مليون وكذا. ارزاق. يعني ياسر حمد ده مش عارف مين اللي جابه ومين اللي مشاه وجه بكام ومشي ازاي. يقول لك جاي من الدوري الهندي، ده حاجه يعني. وما لعبش، لعب ايه ولعب كام ماتش يعني؟ لعب مش عارف ماتشين ولا حاجه في الدوري ولا حاجه و20 30 دقيقه في افريقيا. ادي ياسر حمد اللي انت جبته ومشيته. وبتتكلم على الارض المحروقه والارض المسروقه والارض البتاع. ياسر حمد بقى ومتيابه ومشلاك وقصص ناس كتيره. نتمنى ان كل الحاجات نتفادى القصه دي كلها، نتفادى القصص دي كلها. مش كل شويه ايقاف كده يعني. احنا لسه فاتحين القيد ما كملناش اسبوع، نيجي تقفل تاني. خلينا بقى يعني بقى مجال تحفيل بقى من النادي المنافس على الصفحات بتاعتهم شغالين على الله ينور. والناس بتعمله تتكلم بقى، والزمالك والقيد ومش عارف ايه صحيح في انديه تانية برضه عندها قف كده زي بيراميدز وزي الاسماعيلي وزي مش عارف مركب شباب تلا يعني كذا، واسوان، كذا نادي. بس انت كتير قوي، كتير. يعني حاجات بسيطه ممكن تتحل. يا استاذ عمرو، يا ادهم، كل شويه شكرا عمرو ادهم. يعني حاجات بسيطه. انت كنت لسه طالع دلوقتي مش عارف في برنامج على اليوتيوب، وبتتكلم وبتقول المبلغ جميز 120 ألف دولار. طب حد ما كنا خصمناهم من الشرط الجزائي اللي هو دفعه. بسيطة اهي، ما كنا خصمناه. طب والتاني مليون و700، انا مش عارف ليه مليون و700. هو لعب ايه كام اصلا وعمل ايه؟ عايز عقده كامل. ده ما كملش شهرين في نادي الزمالك ومشي وراح مش عارف راح فين. مين اللي جابه ده؟ الاخ سمير عبد التواب برضك ولا مين؟ مش عارف. المهم نركز الفترة الجاية ونحل المشاكل البسيطة دي عشان نقدر نجيب لعيبة سوبر ولعيبة تقدر تسد مع الفرقة. الزمالك لازم يرجع تاني ينافس على البطولات، ومحدش هياخد مكان الزمالك. شكرا.